السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم البنه ديال زمان مع سهام. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. كما شفتوا معايا اليوم ان شاء الله غدا نحضر معكم الفقاس البلدي العادي بالزهر اللي كيجي رائع. الفقاس يعني غير الشكل يبين لكم العربون، اما المذاق ما نعاود لكمش، واحد الريحه طالعه منه ديال الزهر. مع جميع الاسرار نعطيكم جميع الاسرار باش ما يتهرش معكم الفقاس، وخا تكونوا اول مره غادي نديرو غينجح معكم ان شاء الله. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. غنبدا بالمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. عندي واحد القصريه فيها رشه ديال الملح، عندي 6 ديال البيضات. من بعد ما وضعت هذوك 6 ديال البيضات عندي 2 الكيسان ونص ديال سكر سنيده، والحلاوه كتبقى على حساب الذوق. هاد 2 كيسان ونص كيجيو هما هادوك. عندي 2 ساشيات ديال الزهر. من بعد ما ضفت السنيده والزهر صافي غدا نخدم بالفوي مزيان هادوك البيض والسنيده حتى كذوب معايا السنيده. من بعد ما خدمت البيض والسنيده تولاو على هذا الشكل بياض يعني بدا كيبيض الخليط. بالنسبه للوز عندي واحد الكميه ديال اللوز اللي غسلتها بالماء عادي ورطبتها في الماء زهر غير 5 دقائق. بالنسبه للزيت عندي 2 الكيسان ونص ديال الزيت. بالنسبه للكاس كاس العنبه اللي كنعبر به دائما. صافي كنخدم حتى الزيت مزيان، اي مكون درتو كنخدمو مزيان. من بعد غدا نضيف ما بين نص كاس وربع كاس ديال الماء زهر، يكون نوعيه جيده، كيكون يعني الريحه ديالو البنه ديالو زوينه ومجهده. ونفس الكميه ديال الحليب. علاش كندير الحليب كيساعدنا باش ما كيتهرش معانا الفقاس في التقطيع، وكيجينا يعني الفقاس الشكل ديالو واقف. هنا غادي ندوز للزرارع. عندي واحد زلافه صغيره ديال الججلان، ما يكون لا محمر ما والو. وعندي تقريبا 2 المعالق كبار ديال النافع. صافي هنا غادا نضيف هذاك اللوز اللي صفيته. بالنسبه للخمارات عندي 3 ديال الخمارات، والدقيق اللي مغربل طبعا. غادا نغربل هذوك الخمارات، غادا نديرهم هما الاولين باش كيدخلوا ليا يعني في داك الخليط كامل. وغادا نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. اعتذر على الكاليتي ديال التصوير، هنا كانت كتصورني بنت اختي يعني دارت ما بغاتش. كيف ما شفتوا معايا كنبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه وانا كنجمع. الدقيق راه مغربله. صافي هنا تقريبا تجمعت ليا العجينه. كنحيد غير الجوانب، غير كنجمع يعني ما ندلكش، غير كنجمع عادي. كيف ما شفتوا معايا هنا من بعد ما تجمعت العجينه راه كتبقى رطبه شويه، ما كنعطيوهاش الدقيق بزاف باش ما يجيناش الفقاس مدقص وثقيل. كندوز مباشره باش كنقسم الفقاس. بالنسبه لي انا كنقسمو على 6 ديال الحرابل ولا على 6 ديال الباكيطات. مباشره هنا كنبدا نحربل في الفقاس كيف ما شفتوا على هذا الشكل. الحجم نتوما اللي كتحكموا فيه، انا كنديرو متوسط كيف ما شفتوا معايا، ماشي يعني ما كيجينيش الفقاس كبير بزاف وماشي صغير بزاف، كيجي متوسط. اللي كنكون موجده اللاطه من الاحسن تفرشوا ليها ورق الطبخ. هنا
ما عنديش، واضطريت غير ندهن اللاطه بالزيت والدقيق. صافي غدا نحربل هذوك 6 ديال الكرات اللي عندي ونرجع معاكم. هنا دزت باش غدا ندهن الفقاس. خديت واحد بيضه كامله، درت فيها واحد شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، شويه ديال الكاكاو الماء، وطلقتها بشويه ديال الحليب. غدا ندهنهم مزيان. من بعد كنجيب واحد الفرشيط وكنبقى ندير خطوط مائله على هذا الشكل اللي موضح في الفيديو. بنفس الطريقه غدا ندير اللاطه الاخرى. وبالنسبه للطريقه ديال الطياب، انا غنطيبو في الفران ديال الغاز حتى كنحط اللاطات في الفران. عاده كنشعل البوطه تكون العافيه منقوصه بزاف، يعني العافيه تكون مهيله حتى كنحسو بالفقاس طاب ونشف وخدا داك اللون ذهبي، ما نصفروه شويه من التحت. صافي كنهبط اللاطه باش كيتحمر او كيذهب حتى من الفوق. بالنسبه الا بغيتو طيبوه في الفران ديال الكهرباء بنفس الطريقه، العافيه تكون مهيله والعافيه تكون شاعله غير من التحت. هذا هو الفقاس من بعد ما طاب نص طيبه. كنكون مباشره موجده واحد المنديل ملي كيخرج من الفران، كنكون موجده واحد المنديل فزقاه بالماء وعاصره، وكنغطيه بواحد الميكا ولا بلاستيكه باش كيرجع ليه الصاد. بالنسبه لي انا هذا الفقاس يعني طيبته في العشيه نص طيبه، وكنخليه يبرد على خاطره حتى الغد ليه ان شاء الله وكنقطعو. وهذا الفقاس من بعد ما يعني بات ليله كامله كنخليه يبرد على خاطره. غادا ندوز دابا باش نقطعو، وكندوز مباشره باش نقطع. كنجيب واحد الباكيطه كنقسمها من النص. بالنسبه لي انا يعني قسمتها، درت يعني عوجت الموس. بغيتو تقطعوه عادي مقاد قطعوه نتوما كيبقى لكم الاختيار. انا كيعجبني الفقاس العادي اللي كنقطعوه، يعني كنعوجو السكين. بالنسبه للسكين غير الموس عادي ديال حاده، وكنبقى نقطع كيف ما شفتوا راه ما كيتهرش معنا نهائيا. هذاك الحليب اللي كنديرو فيه ما كيخليش الفقاس يتهرس معنا في التقطاع. غنستمر بهاد الطريقه حتى غدا نكمل ولا غدا نقطع الكميه كامله. من بعد ما كملت او قطعت الكميه كامله كيف ما شفتوا كتجي على هذا الشكل، يعني ما كيعذبنا، ما كيكونش عندنا التهراس نهائيا من غير جناب طبعا. صافي هنا دايره الفران كيسخن. غدا نسرح اللاطه، غدا نسرع عفوا الفقاس في اللاطه وغدا ندخلوه يطيب. بالنسبه للطريقه ديال الطياب غدا نطيبو انا في الفران ديال الغاز كما قلت لكم. غدا ندير اللاطه الفوق حتى كتسخن وكنهبطها، العافيه تكون منقوصه بزاف حتى كيتحمر من الفوق، وكنقلبو يتحمر من الجهه الاخرى. كيف ما شفتوا على هذه الطريقه دايره لاطه الفوق كتسخن والاخرى لتحت. ملي كتحمر العافيه كما قلت لكم تكون منقوصه حتى داك اللوز كيتحمر وكيتقرمل معانا. من بعد ما كطيب كنقلبها للجهه الاخرى وكنبقى مستمره حتى كنكمل الكميه كامله. وهذا هو الفقاس ديالنا من بعد ما تحمر فكيجي على هذا الشكل. حتى اللوزه كتجي محمره، ويعني في العضه ما كتجيش لاويه، كتجي مقرمله. راه طبعا راه كيخرج كميه كبيره، غير انا ما قاديتش كلشي في التبصيل. والان وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. الى فيديو قادم ان شاء الله.